الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم فيديو جديد على Learning Engineering Insights. في الفيديو ده هنتكلم على حاجة مهمة جدا لاحظناها في شغلنا في مشاريع Learning and Development بشكل عام. الناس اللي بتشتغل ككونسلتنتس او كاستشاريين، سواء شغال كفريلانسر او شغال جوه شركة تدريب، الحقيقة لاحظنا انه في عدد كبير من المشاريع ما بتكملش او بتقف عند مرحلة معينة لسبب واحد رئيسي. يمكن في اسباب كتير لتوقف المشاريع. ممكن مشروع يقف بسبب تغير الستيك هولدرز اللي ماسكين المشروع، في مشاريع بتقف بسبب بادجت، في مشاريع بتقف بسبب تايم لاين معين، في مشاريع بتقف بسبب حاجات خارجيه عن ارادتنا، لاسباب اقتصاديه او حصل حاجه لا قدر الله في البلد اللي بيتعمل فيها المشروع. فكل دي اسباب ممكن يقف عشانها المشروع. بس لقينا انه نسبه كبيره جدا من المشاريع قد تكون بالتجربه يعني توصل ل 80% من اسباب توقف المشاريع راجعه لسبب رئيسي. السبب ده هو فرق التوقعات ما بين العميل وما بين المخرج اللي مطلعه الشركه او الاستشاري اللي شغال في المشروع ده. هل الفرق ده بيوقف المشاريع بالنسبه الكبيره دي اللي شفناه وقابلناه انه ده اللي بيحصل فعلا؟ خلينا ناخد مثال على القصه دي. لو انا راجل استشاري وجيت شغال في مشروع معين وشغال مع جهه في دوله عربيه، وطلبوا مني ان انا اعمل ماده علميه بشكل معين، وعملت الماده وحطيت فيها اكتيفيتيز وعمل فيها فيجوالز قويه وعمل فيها ابداع وانوفيشن كبير جدا في الماده، وجيت ابتديت ان انا اطلع الماده بتاعتي اديها للكلاينت، فوجئت بيه ان الكلاينت بيقول لي لا للاسف المخرج اللي طالع مش على مستوى الجوده احنا متوقعينها، احنا مش هنكمل المشروع مع بعض. طبعا هيحصل ايه؟ هيبتدي انه عايز افهم هو المشكله فين. فلما جينا نتكلم مع الكلاينت وابتدينا نشوف المشكله فين، لقينا انه الكلاينت كان عنده توقع انه يكون ضمن فريق العمل عندنا في حد مراجع لغوي بيراجع المصطلحات اللغويه والمصطلحات النحويه والإملاء بتاعه الكلمات والحاجات دي كلها. انه فكره انه يبقى فيه جمله فيها خطأ نحوي او فيها خطأ املائي، همزه مش في مكانها او حاجه زي كده، دي بالنسبه له حاجه كبيره جدا. فهو لقى انه الماده ما رجعتش على مدقق لغوي، فحكم انه الجهه اللي مقدمه الدوره دي مش ملتزمه بمعايير الجوده اللي انا مستنيها، فبالتالي مش هكمل المشروع. طيب هنا المشكله اللي حصلت ايه؟ المشكله اللي حصلت كانت فرق توقعات ما بين العميل مستني ايه والمخرج اللي مطلعه الديزاينر او الشخص اللي اشتغل على الماده. الشخص اللي اشتغل على الماده اهتم بحاجه معينه، يهتم بان الماده تبقى انتراكتيف وفيها تفاعل، يهتم بالفيجوالز، يهتم بشكل الخارجي للماده، يهتم بالانشطه اللي موجوده، في حين انه العميل كان مستني حاجه معينه. كان مستني انه بالنسبه له الجزء بتاع الدقه اللغويه بتاعه الماده دي ده خط احمر بالنسبه لي، ان احنا الجهه شغاله في مجال بتتعامل مع ناس اللغه العربيه عندهم قويه، وبالتالي حته ان اللغه تبقى مظبوطه دي حاجه مهمه جدا واساسيه بالنسبه لنا. ده توقع كان موجود عند العميل، انا ما قدرتش ان انا اوفي التوقع ده، فبالتالي العميل ما كملش معايا المشروع او المشروع وقف. طب هل كل المشاريع بتقف وما بتكملش؟ الحقيقه انه بعض المشاريع فعلا بتقف وما بتكملش، وبعض المشاريع بتكمل. طب بتوقف على ايه؟ بتتوقف على حجم الرصيد بتاعي عند العميل. يعني لو عميل لسه بيجرب الشغل معايا واول مره نشتغل مع بعض وهو ما يعرفنيش، ومجرد ان انا بعت له بروبوزل ولا بروبوزل بتاعي كويس فقال طب ما يلا نجرب نشتغل مع بعض، في الحاله دي طالما العلاقه ضعيفه مع اول مخرج ممكن يبقى مش مناسب لتوقعات العميل، ممكن المشروع ما يكملش. على العكس لو العلاقه بتاعتي معاه قويه، اشتغلنا مشروع واثنين وثلاثه مع بعض، بس ابتدينا ان احنا نشتغل في مجال جديد او حاجه جديده نعملها مع بعض، فهو عنده توقع لشكل معين للمخرج، انا طلعت حاجه مختلفه شويه، فهنا هيقول لي ايه؟ لا الحاجه اللي انت مطلعها مش على مستوى اللي احنا كنا عاملينه قبل كده، انا عايزين نعمل الموضوع بشكل مختلف. فهيبقى عندنا مساحه ان احنا يبقى عندنا نقدم مخرج بشكل معدل، ونقدر ان احنا نعدل ونوصل في الاخر للنتيجه الملائمه لتوقع العميل بتاعنا. تمام؟ فبالتالي في بعض المشاريع بتقف، بعض المشاريع بتكمل حسب حجم الرصيد بتاعي وقوه العلاقه بتاعتي مع العميل. طيب يجي السؤال المهم بقى، طب امنع ده انه يحصل ازاي؟ ازاي اراعي انه اقدر اعرف توقعات العميل بشكل حقيقي؟ عندي الحقيقه طريقتين مهمين جدا بستخدمهم عشان اخرج من المشكله اللي ممكن تحصل دي. الطريقه الاولانيه هي ان انا ببدا ان انا احاول يبقى عندي دايما تشيك ليست منظمه
فيها كل المعلومات اللي ممكن اكون محتاج ان انا اعرفها عن المخرج. يعني هل في توقعات بالنسبه لاداء صوتي معين مثلا في الفيديوهات اللي هتتسجل، لو في حاجه تسجل اي ليرنينج مثلا بصوت معين، لهجه معينه، شكل الفيجوالز اللي هيطلع يعمل ازاي، الحاجات دي كلها. وعشان نحل الاشكاليه دي دايما مهم جدا 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 انه يحصل حاجه من الاتنين. يا اما ان انا اوري للعميل سامبل او نموذج لمشروع مشابه، المخرج هيطلع شكله عامل كذا، انا في المرحله دي هبعت لك ستوري بورد تراجعها، ده شكل الستوري بورد اللي انا هديها لك. لان ممكن يكون كلمه ستوري بورد بالنسبه للعميل متوقع يكون فيها مثلا تفاصيل اكتر، ممكن يكون متوقع ان انا يلاقي مثلا السكريبت المفصل بتاع الاي ليرنينج، وانا في الستوري بورد هدي اوفر فيو بس ما دخلتش لسه في مرحله السكريبت. فقد يكون الكلمه اللي انا بقولها كلمه مثلا زي ستوري بورد، العميل يفهمها بشكل معين وانا اكون قصدي بيها حاجه معينه. فعلشان ما نقعش في المشكله دي اوري سامبل من الشغل اللي هيطلع او المخرجات المرحله دي للعميل. الستوري بورد هيكون شكلها كذا ودي متضمنه النقط بتاعتها. ممكن جدا يقول لي طب معلش زود لي عليها السكريبت هنا. يبقى انا في المرحله دي من الاول تجنبت انه العميل يبقى عنده توقع ليه حاجه معينه ما يلاقيهاش، فيحس ان انا مقدم الشغل بشكل ضعيف. او العكس، انه بدل ما انت اللي توري له اطلب منه هو يوري لك. وفي بعض العملاء بيكون اوريدي عندهم سامبلز جاهزه، يقول لك انا عايز حاجه شكل ده، يوريك حاجه سواء اتعملت عنده في الشركه من بروفايدر تاني، او مشروع قديم كان عندهم في الشركه، او حاجه حتى هو شافها اونلاين وعايز يعمل زيها. فبالتالي لما بتشوف العميل مستني ايه او متوقع ايه، ده بيقرب وبيسهل جدا الحاجه انها تطلع مطابقه للتوقع بتاع العميل. ومهم جدا انه السامبل اللي انت هتبعته او العميل هيبعته لازم يحصل له دوكيومنتيشن، لازم يحصل له توثيق من خلال بقى ايميل، من خلال درايف معين موجود بينكم او بين بعض بتحطوا عليه الحاجه. ليه مهم التوثيق ده؟ عشان هيكون السامبل اللي حضرتك بعته او جالك من العميل هو ده المرجعيه اللي هنقارن عليها جوده الشغل بالحاجه اللي مبعوته. لانه ممكن جدا يحصل انه العميل يتفق معاك على سامبل معين بشكل معين، ويحصل تغير في افراد المشروع، يجي حد تاني عنده توقع مختلف او طريقه شغل مختلفه يقول لك لا، ايه اللي انتوا باعتينه ده؟ فنقول له احنا كان مبعوت لنا سامبل اللي هو ده من حضراتكم، واحنا بناء عليه طلعنا ده اللي هو المخرج اللي احنا طلعناه. فلما نيجي نعمل ماتشنج نلاقي ان احنا الاثنين قريبين جدا من بعض، يبقى احنا مشينا على الدايركشن اللي كان معمول. فبالتالي الشخص بقى اللي جه جديد لو هيغير في الدايركشن او هيغير حاجه، يبقى احنا ساعتها احنا عملنا شغلنا مظبوط، بس احنا نقدر ان احنا نتواكب مع التغيير ده ونشوف مساحه التغيير ده هل هيبقى فيها اكسترا كوست، تكلفه اضافيه، تايم لاين هيتغير، وهكذا اقدر امانج المشروع بتاعي بشكل مناسب. يبقى عمليه اداره توقعات العميل دي في منتهى الاهميه انها تحصل، وكل ما بتحصل بدري بيكون نقطه كويسه جدا. الاتفاق على مثلا محطات المراجعه، احنا عندنا كم محطه مراجعه، مده المراجعه قد ايه، لو اتاخرتوا عن المده الزمنيه لمحطه المراجعه دي هتؤدي ليه تاخر في التايم لاين بتاع المشروع، علشان في الاخر يبقى كل حاجه متفق عليها، والتوقعات بالنسبه لشكل المخرجات بالنسبه لاداره المشروع نفسها كمان يكون متفق عليها من الاول. ده بيسهل وبيريح جدا ان الدنيا عند الشخص اللي شغال، عند العميل، ويبقى في ثقه عند العميل. خلاص انا عارف شكل الحاجه اللي هتطلع في كل مرحله، انا مطمن انه الناس دي هتقدر تديني الحاجه بالجوده اللي انا عايزها. بيتبقى بس انه التزم بيه اللي اتفقت مع العميل عليه، اتفقت على تايم لاين معين التزم بيه، اتفقت على شكل مخرج معين ان انا التزم بيه. لو هيحصل اي تغيير لاي ظرف لازم ان انا اتواصل معاه واوضح له التغير اللي حصل ده. بالطريقه دي هتلاقي انه نسبه كبيره جدا من المشاريع اللي بتبوظ بسبب اختلاف التوقعات ده ممكن جدا ما نقعش فيه المشكله دي باذن الله، ولان احنا بسهوله بنقدر ان احنا ندير توقعات العميل باحسن شكل ممكن. وكل ده بيحصل في مرحله متقدمه بدري في بدايه المشروع، كل ما يكون دي نتيجه احسن. ده الفيديو بتاعنا النهارده، نشوفكم فيديو جاي على خير ان شاء الله، والسلام عليكم.